دلوقتي بقى هنطلع بالحته الجميله اللي قدامنا دي، وهي الاباتشي الار ار 310. ولو انت بقى باشا عايز التوكيل يجيب الموتوسيكل ده، اعمل لايكات كتير، اعمل قلوب كتير، اكتب في الكومنتات ايوه احنا عايزين الار ار 310 عشان نجيبه مصر. زي ما انتم شايفين موتوسيكل، وهيبقى حلم كل الشباب. خلي بالك من النقطه دي، حلم كل الشباب ان انا اركب موتوسيكل يا باشا 310 سي. بس شوف الستايل، بصوا الستايل. عملنا اختراع كده، غيرت مكان الكاميرا، هتلاقوا الموضوع مختلف تماما ان شاء الله، وتشوفوا بقى الموتوسيكل وتشوفوا الطريق احسن بكتير، ويبقى جربنا لكم الموتوسيكل بطريقه جديده شويه. نقعد كده ونشوف. لا ده كده في اختلاف تماما. كده بقى الطريق هيبقى احسن بكتير. بصوا الطريق، يلا بينا عشان هم هيتحركوا كده عشان اعرف اسوق اسوق تمام. لا الحلقه دي انا احبها اكتر من الحلقات التانية. ليه بقى؟ عشان خاطر بصوا لا كده الموضوع بصراحه فارق جامد. بصوا احنا جايين اصلا فين. انا للاسف خلعت الجلافز في الناحيه دي وخلتني بالناحيه دي، لان انا عايز احس الدواسه بتاعت البنزين اكتر. بصوا الشكل. ما اعرفش ليه كل الموتوسيكلات ما فيهاش بنزين، مش عارف، والواحد خايف. ده مبدئيا الموتوسيكل الار ار 310 فئه الريسنج. الموتوسيكل ده من اول مره شفته والله بحترم جدا الستايل بتاعه والاوبشنز اللي فيه. يلا بقى عشان انا خلاص خللت ان شاء الله الرحله دي، انا هخس كمان 5 كيلو. يلا الحمد لله ما شاء الله. يلا بسم الله هنبدأ. هيطلعوا بقى دلوقتي. احنا رايحين دلوقتي من المكان اللي احنا فيه، رايحين بقى الايفنت بتاع موتو سول. طبعا قلنا نبدل، نعمل تبديل من الموتوسيكل اللي كان معايا. هو نفس الموتور وكل حاجه، بس الموتوسيكل ده على ديزاين او الستايل بتاع الريسنج، وهو ار ار. التاني كان ار تي ار، ولكن هو نفس الموتور يعني. من حقنا بقى. ايوه يا عم بقى، اشمعنى هم بتوع الهند بيجروا ما احنا كمان بنجري؟ ايوه كده. احيي على الحر اللي كنا عايشين فيه جوه. الجاكيت والكلام ده يا جماعه بصراحه والله العظيم كنت مش قادر. لا كده الدنيا مية مية. لا كده حتى هتعرفوا ان انتوا تشوفوا، ويعني انا لا في فرق جامد، في فرق طبعا. بصوا انتوا شايفين حتى في الكاميرا كل التفاصيل. بصوا بقى الهند، بصوا الشوارع عامله ازاي، يا لهوي. بصوا تخيلوا ده شارع كده، تخيلوا واحد تك يروح نازل عليك كده على طول. بصوا بقى الحلاوه، الطبيعه غريبه. دي حاجه خدتوا بالكم منها. بصوا اللون بتاع التربه بتاعتهم لونه داكن، لون بني داكن قوي شبه الطوب الاحمر. واخدين بالكم من النقطه دي؟ بصوا الشوارع عامله ازاي بقى جوه، في جوه رفيعه. بصوا بصراحه البوز كده بتاع الكاميرا هنا احسن بكتير 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 بكتير. يعني كويس ان انا عدلت الموضوع ده بصراحه دي فكره هيثم، فكويسه جدا. بصوا جايب مبدئيا جايب الموتوسيكل وجايب الطريق كله واحنا ماشيين، بحيث ان احنا نبقى شايفين كل حاجه. عندك هنا ماوس تقدر تتحرك فيه، وزرار الويتنج، وهنا اون واوف. مش عارف ده بتاع ايه، مش عايزين نلعب دلوقتي. الواحد اول يوم وفرهد. واخدين بالكم الطريق عامل ازاي؟ شايفين الطريق رايح جاي اهو، يمين وشمال حارتين. ما بالك بقى هنا موتوسيكلات بتعدي، عربيات بتعدي. طبعا انا شبح المجره بقى. بص طبعا انتوا عارفين الاسكندرانيه جامدين، مش ام خالد بس. التشيبه الزايده دي مش عند اي حد، صح؟ بتكلم بجد والله. يعني احنا الحمد لله برضو احنا عندنا مهاره السواقه. هم هنا بيسوقوا بجنون شويه. وعايز اقول لكم على معلومه بقى. بص يعني انا المفروض كده، دي خطر جدا. ليه؟ احنا هنا كنت قلت لكم في فيديو تاني، احنا هنا ده عندنا اليمين وهنا الشمال، لا هم معكوسين. هنا عندهم المفروض ان انت لو ماشي كده تفضل ماشي كده، واحنا لو ماشيين يمين ما نمشيش كده، نمشي العكس. فعشان كده احنا ماشيين في الجنب ده. انا بقى عايز اسال سؤال، لو جبنا موتوسيكل زي ده مصر هل هينجح؟ هل
الناس هتبقى قابله ان هي تدفع فيه فلوس. مبدئيا لو جينا اتكلمنا على الكواليتي فبلاش ندخل في حته الكواليتي لسبب واحد، لان الموتوسيكل ده داخل ما بينه شراكه ما بينه وما بين مصنع بي ام، يعني الماني، يعني انسى الكلام. يعني انت لو دخلت عملت سيرش ما بين تي في اس وبي ام هيطلع لك الموديل ده والموديل بتاع الار تي ار ال 310 اللي هو نفس الموتور. فهنا الكواليتي انسى يا معلم، انسى خالص. كواليتي تعيش العمر، يعني كواليتي بجد والله بحقه حقيقه، كمتانه، ككواليتي. فدي من الحاجات المعمره. فبس سي قليل. فانا شايف ان هو ممكن ينجح جدا وبسهوله في مصر. حته التسعير ممكن يبقى غالي، ممكن يلمس في اخر ال 180 ولا حاجه، ممكن. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر برضه بفلوس، بتكلفه. انت برضه قول لي ايه رايك؟ يعني شايف ان الموضوع هل ممكن ياخد حقه، ان ممكن فعلا الموتوسيكل ده يجي مصر ويوم في الايام نشوفه في مصر؟ يعني برضه هو في الاول وفي الاخر هو موتوسيكل ريس اقتصادي. عارف لما شركه كawasaki كده بتنزل لك كawasaki 300 سي سي وكawasaki 400 سي سي والكلام ده، هو نفس الاوبشن نفس الشكل كده. يعني مش نفس الاوبشن نفس الشكل، مش قصدي، نفس الفكر. ان هو شركه كawasaki بتنزل موديل 300 سي سي لسن معين. خلاص، بغض النظر ان انا طويل او ان انا سني يعني 31 سنه، ولكن هو خليني اقول لك ان في ناس كتير بتبقى عايزه شكل الريس. انا عايز احس بشكل الريس، عايز احس بانطباع الريس. تمام. اي نعم، هو التوب سبيد بتاعته مش هيجيب 220 و250. في الاول وفي الاخر هو واحد سلندر. وعارف ان في ناس كتير هتقول لي يا اسامه طب ما هو واحد سلندر هيبقى ضعيف. في الاول وفي الاخر بص، انت مش هتاخد كل حاجه. يعني انت لو هتاخد ستايل وشكل الريس، فانت عندك شكل الريس وستايل الريس. خلاص. واحد سلندر موفر في البنزين، اي بي اس انجكشن، الكلام ده، شاشه تحس ان هو تابلت قدامك ظاهر لك كل حاجه. فانت يا باشا برنس، فانت واخد شويه حاجات وواخد موتوسيكل جديد بسعر كويس. فانا هزعل ليه؟ بصوا بقى الكلام ده، الكلام اللي يزعل. تلاقي الراجل ده داخل شايلك على طول. بصوا الجرارات دي. خلينا متفقين ان انت مش هتاخد كل حاجه، فاهمني؟ يعني مثلا الناس اللي هتقول لي مثلا اروح ادفع في موتوسيكل هوندا 250 ولا ده، واحد يقول لي لا يا عم اشتري الهوندا. طب ماله يا عم الهندي؟ ما 100 بل بالعكس، انا شايف ان ده حجمه اكبر. يعني انا قاعد دلوقتي هنا اهو، قاعد مرتاح ورجليا مظبوطه وحجم الموتوسيكل عليا كويس جدا وكل حاجه، وانا سني وطولي كبار. لو بنستهدف فيها اقل من كده، لا يا باشا، يبقى هنتكلم في موتوسيكل اصغر. طب ما ده بالنسبه لهم كويس. يعني مثلا 250 لو جيت ركبت انا هيبقى صغير عليا. فكوكوا بقى من كل الكلام ده. بصوا الجمال، بصوا جمال الطبيعه اصلا. شايفين الشجر يمين وشمال. يعني الهنود دول برضه عليهم شويه افكار ما لهمش حل. طبعا لو كنت شفت الفيديو اللي قبل ده على طول، ما شاء الله، يعني احنا الظابط وقفنا مسك فيا انا عشان حاطط الكاميرا. واحد كسر الطريق معانا من الفورميشن عشان يعدينا. خلاص. فانا معدي بالكاميرا وشايف الكاميرا، ماسك في الكاميرا. اشمعنى انت لابس كاميرا ليه؟ كنت حاطط كاميرا هنا في الوش كده قدام صدر. حاطط كاميرا ليه يا عم؟ انا بصور فلوجات وكده ومفيش، وما رضاش يحلني. هحاول كده اخلي عمرو يمنتجها كده ويحطها لكم بقى في الفيديو، يعني شوفوا. بس بصراحه الناس كانوا متعاونه جدا وكلموا واسطه عندنا برضو كده زينا ومش العب. شفت الشقوه هنا بقى. في ثقافه جميله جدا، وهي ثقافه الجروبات. ان انا اعمل جروب واطلع رايدات والكلام ده. طبعا احنا في مصر مش هنضحك على بعض، في طبعا جروبات وفي ناس محترمه كتير، بس مفيش الثقافه دي منتشره قوي. يعني قليل قوي لما تلاقي مثلا كل جروب داخل مثلا في 30 40 واحد بيتقابلوا مع بعض. هنا الناس دي ممكن تتقابل بال100 واحد وال120 واحد، ويطلعوا يروحوا ياكلوا مع بعض، يتغدوا مع بعض، يسهروا بالليل مع بعض. كل حاجه يبقى فيها مشاركه بالموتوسيكلات، يعني بيطلعوا بالموتوسيكلات. فهي الثقافه دي حلوه. بصوا الجمال. انا كده احب الكلام ده، احب انا بقى الدلع ده. احنا هنا بقى كده طلعنا على طريق هاي واي كده عندهم يعني.
غالبا ده هيبقى احسن بكتير من ان احنا نمشي جوه في الترابه يعني. طبعا فرق جامد يعني، شايفين يعني، بدل ما كنا ماشيين جوه كده احسن طبعا. شايفين الناس مهتمه قوي 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 بحته السيفتي وحته ال الهيلمتس بالذات. والله العظيم ما شفتش حد لغايه دلوقتي سايق فيسبا حتى عاديه مش لابس هيلمت يا عم. يعني الناس بتحترم جدا الثقافه بتاعه الخوذ، وان انت ممكن يحصل حاجه لا قدر الله بتاع. يعني الثقافه بصراحه رهيبه يعني.